نفسك؟ أنا ملك عمر. أنا محمد سعيد. أنا ملك أحمد. ملك كريم. فريدة محمد. توقعاتك كانت ايه للكورس ده قبله وبعده؟ أنا كنت جاية هنا على أساس إن أنا في حاجات محتاجة أتعلمها، يعني أولهم التتر والكروما، فصل الكروما، كل الحاجات دي بجد. يعني أنا انبسطت قوي لما جيت. الكورس بصراحة قدم لي كتير، عرفت أعمل أكتر من حاجة، عرفت أفصل كروما، عرفت أشتغل أعمل بريرر، يعني أكتر من حاجة. هو أنا في الأول بصراحة ما كنتش أعرف أي حاجة عن الكورس، بس بعد ما دخلت عرفت إن أنا أعمل ترانزيشنز، عرفت إن أنا أركب كذا فيديو ورا بعض بطرق مختلفة، أعمل إفكت، فتعلمت حاجات كتير قوي منه بصراحة. الكورس حقيقي فادني كتير، حسيت ان انا I got the basics بشكل مرتب، وغير لو انا كنت هبدأ ان انا اتعلم لوحدي. حاسه انا استفدت كتير قوي، وان انا يعني اخدت البيسكس بحيث ان انا اقدر ابدا اعمل شغل لوحدي. بصراحة تنظيم على أعلى مستوى. لا، التنظيم حلو قوي. أي تاسك بنعمله كان التيم كويس جدا. أي حاجة بنحتاجها بجد بيساعدونا فيها في أي وقت. المدرب بصراحة الشرح كويس جدا، يعني بيحاول بيعمل مجهود معانا على قد ما يقدر. كويس جدا ومتعاون، بيرد على التاسكس بتاعتنا. لو في حاجة غلط بيقول لنا قبلها عشان نصلحها قبل ميعاد الديدلاين. هو فعلا كان بيساعدنا في كل حاجه، وحتى هنا واحنا لسه ما روحناش كنا لازم نعمل كل حاجه براكتيكال، وحتى هو يعدي علينا عشان يتشك هل في حاجه واقعه منا، يعني بيدينا اي حاجه احنا ممكن نكون مش فاهمينها قوي. ترشحي حد ياخد الكورس ده بعدك؟ طبعا. اكيد طبعا. أكيد طبعا. زي ما قال باشمهندس إسلام إن الكورس هيبقى فيه فترة تانية، هرشحه لأكتر من حد من صحابي، لأن بصراحة استفدت جامد جدا.